السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. وصفة النهاردة وصفة لذيذة جدا، إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. طبعا تنفع معانا لأعياد الميلاد، تنفع معانا لو ضيوف جات لنا على فجأة، وتنفع معانا كمان لو انت نفسك في حاجة حلوة تقومي تعمليها بكل بساطة بكل سهولة. أول حاجة نبتدي بيها الحشوة. الحشو عبارة عن طوفي كراميل، اللي هو صوص الكراميل يعني. الكراميل عبارة عن ايه؟ كوباية سكر ناعم، وطبعا نجيب معانا اي نوع صينية بس تكون تقيلة شوية. هضيف السكر على نار هادية. وطبعا الموضوع بياخد معانا ايه، طولة بال شوية، علشان السكر ايه مش عايزة النار عالية عليه عشان ايه ما يتحرقش مني والطعم يمرر. طبعا اول ما يفك معايا زي كده هبتدي اقلبه عادي، هقلبه لحد السكر ايه ما يدوب معايا. وخلي بالكوا لون درجة الكراميل اللي في تسيحها هوريها لكم دلوقتي عشان ما تغمقوهاش عن كده، عشان لو غمقت عن كده هتبقى طعمها طبعا ممر، واحنا عايزين حاجة طبعا طعمها حلو، وطبعا الحاجة ايه مكلفينها. طبعا بعد ما هسيح السكر كويس جدا، ما اسيبش اي قطعة سكر في الصينية، هضيف قطعة زبدة كبيرة. وطبعا هقلب الزبدة كويس جدا مع الايه، مع السكر اللي احنا دوبناه. يبقى اول حاجة هضيف قطعة زبدة كبيرة. يلا بقى اللي وصل لحد هنا بقى يدوس لي لايك من ايديكم الحلوه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان عيلتنا كده تكبر بيكم. وكومنت كده حلو منكم، وبرحب بكل متابع جديد دخل في قناتي. وانتوا بجد وحشوني، لان بقى لي فتره فعلا ما بنزلش اي وصفات. الجو حر بجد يعني، فربنا المستعان. معايا بقى كوبايه لبن حلوه يعني كبيره. هضيف عليها معلقتين كبار كريم شانتيه. جربوا بس طريقه التوفي كراميل ده هيعجبكم جدا جدا جدا. المعلقتين الكريم شانتيه مع كوبايه اللبن دي بديل الكريمه اللباني. طبعا هضيف معايا كيس فانيليا ورشه بسيطه جدا ملح، ده بيعادل ايه طعم التوفي. طبعا هعمل معاكم التوفي، احنا دلوقتي صوص الكراميل هياخد معانا غلوتين، هيبقى صوص كراميل. وهوريكم القوام لما انا اكون عايزاه توفي يعني الكريم كراميل هيكون تقيل بحيث ان انا هحشيه. هوريكم معايا الخطوه دي. طبعا اول ما هنضيف اللبن ما تتخضيش، السكر هيبقى ناشف جدا وهيكتل معاكي. ما تقوليش ان الوصفه باظت، لا ما باظتش خالص. بتطولي بالك وتفضلي تقلبي شويه حلوين يعني لحد ما اللبن معانا بيغلي. وكل ما بيغلي هتفضلي تقلبي لحد ما يفك معاكي. ف... فعادي يعني اول ما تحطيها وجمدت معاكي لا عادي، ما تقلقيش، مع سخونه النار ومع التقليب بتفك عادي، ما فيش اي مشاكل. طبعا عايزاه صوص كراميل بتدي له غلوتين بس او 3 غلوات. انت عايزاه بقى طوفي، طلعي القوام اللي انا بوريهولك دلوقتي، هياخد معاكي حوالي من 7 دقايق. تسيبيه على النار 7 دقايق بس، بقى النار بنبتدي نعليها بنخليها وسط. هو القوام ده اللي هتطلع معاكي الطوفي. الطوفي ده يعني تحشي بيه اي حاجه انت عايزاها في الكيكات او الحلويات. طبعا هنا القوام اهو وريته يعني معاكم، هتلاقي القوام وسط. اول ما يبرد بقى طبعا اول ما يبرد هحطه في التلاجة، وهتلاقي بقى ايه تقيل معاكي، بقى قوام ان انت تعمليه بالمعلقه يبقى تقيل معاكي. طبعا هنعمل الكيكه مع بعض. الكيكه بيضتين ومعلقه فانيليا سايله او بودره، ومعايا كوبايه الا ربع سكر. طبعا هقلبها كويس جدا جدا بالمضرب، كويس جدا جدا لحد السكر ما يدوب تماما. ضروري السكر يدوب كويس جدا جدا عشان تحصلي على افضل نتيجه في الكيكه. هحط معايا معلقه بشر برتقال او بشر ليمون، ومعلقه خل. بردك هضرب بالمضرب كويس جدا جدا عشان السكر بردك يبقى ما فيش اي حبيبات سكر، ضروري جدا. ومعايا كوبايه لبن، وبردك هستمر في التقليب. ومعايا بقى كوبايه الا ربع زيت على سمنه بلدي، او كوبايه الا ربع زيت بس، او خليط من الزبده والزيت. بيدي نكهه حلوه قوي قوي يعني، بيدي طعم حلو قوي قوي للكيكه. طبعا برضك هقلب كويس، وهضيف هنا معايا كوبايه ونص دقيق. طبعا الدقيق احنا هنا نخلينه. وهضيف معايا معلقه كبيره نشا، ومعلقه كبيره بيكنج باودر،
هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. وذره بسيطه ملح. طبعا برضك هقلب كويس جدا في اتجاه واحد. اول الدقيق ما خلاص ما يروح معايا يدوب، خلاص هوقف ايه التقليب. كب كيك سهل جدا ولذيذ، وهيطلع معايا كميه كب كيك كتيره. هنا احتجت معلقه دقيق تاني غير الكوبايه ونص، عشان عايزه القوام ايه، قوام وسط. بس قلبنا بقى الكيكه كويس جدا، ملمسها حلو وريحتها طبعا جميله جدا، طبعا ببشر البرتقال او بشر الليمون، اي حاجه انت بتحبيها يعني. طبعا هحضر معاكم صينيه الكب كيك وورق الكب كيك. هضيف طبعا الخليط نص ورقه الكب كيك، في نصها بالظبط، علشان طبعا هدي مساحه للكيكه طبعا لما تيجي تستوي في الفرن انها بتعلى. طبعا درجه حراره 180، ما بتاخدش معانا وقت زي صينيه الكيكه، هي 10 دقايق بالظبط بعد تسخين الفرن يعني. طبعا هوريكم الحشوه بنعمل ايه. بص الطوفي كراميل تقيل ازاي معايا، ده بقى بينفع معايا للحشوات. لو انت عايزاه سايل للتزيين اللي فوق بتديله غلوتين بس على النار. طبعا فتحت معاكم الكيكه قلبها من جوه بالسكينه عادي خالص، سهله جدا جدا جدا. انا بوريكم هنا الحشوه. طبعا هتزيني بقى بالكريم شانتيه او من فوق نوتيلا، اي تزيين يعجبك. طعمها حرفيا لذيذ جدا جدا جدا. طعمها حلو قوي قوي، بتدوب في بقك الكيكه، طعمها سبونج كده جميل قوي طري. التوفي كراميل حرفيا رهيب. بس انت حط له بقى قطعه زبده كده يكون نوعها كويس، عشان بتفرق في الطعم بصراحه. جربوا بس وصفه الكوبايه اللبن مع معلقتين الكريم شانتيه، بيدوا قوام حلو قوي 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 قوي. بس امشي بالظبط بالخطوات وهتاكلي احلى كب كيك محشي. بجد انتوا وحشتوني بجد جدا 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 بجد، وانا بزعل اول لما بتاخر عليكم في تنزيل الفيديوهات، بس غصب عني والله. انا بحبكم في الله، وربنا يا رب يبارك لكم في عمركم، وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يا رب يديها له، وربنا يديكم الصحه والعافيه، وربنا يا رب يا ست الكل كده يحسن ما بين ايدك. انا بحبكم كلكم في الله، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده، واسيبكم في حفظ الله. مع الف سلامه.